كتاكيت على بطاقة التموين. ايه ده بجد ده ولا هزار؟ تعالوا نشوف صدى البلد قالت ايه. الأول نصلي على الحبيب المصطفى. اللي مش مشترك في القناة ينورني يشترك في القناة، يفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد فضلا منكم وليس أمرا. نضغط على اللايك، دعمكم ليا عشان أقدر أستمر. يلا تعالوا نشوف تفاصيل الخبر على صدى البلد. كتاكيت على بطاقة التموين، حل جديد لمواجهة ارتفاع أسعار الدواجن والبيض. ده بجد؟ لا حديث في الشارع المصري يعلو فوق حديث ارتفاع أسعار الدواجن، والارتفاع المتزايد أدى لوجود أزمة بالفعل. طبعا احنا عندنا ارتفاع في أسعار كتير زي الزيت والسكر، كل السلع التموينية في أسعار غالية جدا للأسف الشديد. المواطن الغلبان مش عايش بمعنى الكلمة، في ارتفاع شديد في كل الأسعار، ولكن في بالأخص يعني مسكوا أسعار الدواجن، اللي هي فعلا الدواجن بقت غالية بشكل غير طبيعي. والارتفاع المتزايد أدى لوجود أزمة بالفعل. هو بيتكلم هنا على الدواجن، وطالب البعض منقطعة شراء الدواجن لحين انخفاض الأسعار، ولكنه ليس الحل الوحيد، فهناك حلول أخرى لمواجهة ارتفاع أسعار الدواجن. بيقول تامر أباظة مستشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لقطاع الدواجن في محافظة دمياط إن أزمة ارتفاع أسعار الدواجن أسبابها كتيرة، منها التجار ومنها دور كبير للدولة المساهمة في إيجاد حلول لأزمة متمثلة في الغرفة التجارية التي تعمل على إقامة منافذ غذائية لبيع الدواجن ومصنعات الدواجن بأسعار أقل من الموجود بالسوق المحلات. وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لقطاع الدواجن بدمياط إلى وجود مقترح بشأن صرف كتاكيت على بطاقة التموين للمواطنين، بمعنى أن تقوم وزارة التموين والزراعة بالتنسيق فيما بينهم، على سبيل المثال 50 كتكوت لكل مواطن منتفع بالتموين. يعني انتوا بتضحكوا دلوقتي ولا بتسمعوا بجدية؟ انا زيكم على فكرة. طيب، وذلك لتربيتها والاستفادة منها، وبافتراض ان هذا الرقم سيصل ل 30 دجاجة بعد ان يموت عدد كبير منها يصل ل 20 كتكوت نتيجة لأسباب كثيرة أثناء التربية. ففي النهاية سيظل ما لا يقل عن 30 كتكوت لكل أسرة مصرية مع التربية. والمقصود التربية البيتي، هيتم الاستفادة بتلك الكتاكيت بعد تربيتها كدواجن. وأوضح أنه لكي تتم الاستفادة الفعلية من تربية الكتاكيت يجب توعية الأسر المصرية بالأمراض والفيروسات التي قد تصيب الدواجن، ومنها أنفلونزا الطيور، فالتوعية والتثقيف سيمنعان من انتشار أي مرض قد يصيبها. وأضاف أن يجب على الدولة في ظل القيادة السياسية الحكيمة أن تفكر خارج الصندوق وتضع حلول فعلية للقضاء على أزمة ارتفاع الأسعار الدواجن التي تشهدها البلاد للخروج من تلك الأزمة. كتكوت لكل مواطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.